مي عمر. اسم يثير الفضول، يشعل منصات التواصل، ويقسم الآراء، ما بين موهبة تفرض نفسها بقوة وجمال يخطف الأنظار، وبين هجوم لم يتوقف يوما عن حصر نجاحها في دائرة المقربين. ولكن هل سألتم أنفسكم يوما ما الذي تختبئ خلفه تلك الملامح الرقيقة؟ وكيف تحولت شهد المنكسرة إلى رقم صعب لا يمكن تجاوزه في ماراثون الدراما العربية؟ لم تبدأ الحكاية من بريق الأضواء، بل من خلف الكواليس. مي عمر، خريجة قسم الصحافة والإعلام بالجامعة الأمريكية، لم تكن تخطط لتكون أمام الكاميرا في البداية. شغفها الأول كان الإخراج. كانت تراقب حركة العدسات وزوايا الإضاءة وتفاصيل الحكي البصري. وبالفعل خاضت تجربتها الأولى كمخرجة لكليب غنائي، لكن نداء التمثيل كان أقوى من أن يقاوم. كان هناك صوت داخلي يهمس لها بأن مكانها الحقيقي هو ذلك الحيز السحري أمام العدسة، حيث تذوب الشخصيات وتخلق الأساطير. في عام 2013 كانت الانطلاقة من خلال حكاية حياة، لكن الانفجار الجماهيري الحقيقي حدث مع شخصية شهد في الأسطورة، تلك الفتاة التي أحبها الملايين وبكوا لأجلها. ولكن مع هذا النجاح ولدت عاصفة من النقد، اتهامات بالواسطة بسبب زوجها المخرج محمد سامي. اعترفت مي في تصريحات مؤثرة أنها بكت كثيرا في بداياتها بسبب قسوة الهجوم، وشعرت أن مجهودها يضيع وسط كلمات التشكيك. لكنها اتخذت قرارا مصيريا، ألا ترد بالكلمات بل بالعمل. قررت أن تجعل من الهجوم وقودا لمحرك طموحها الذي لا يهدأ. جاءت اللحظة الفاصلة حين قررت مي الخروج من عباءة المخرج الواحد لتخوض بطولات مطلقة أثبتت فيها أن الجمهور هو الحكم الوحيد. في مسلسل لؤلؤ لم تكن مجرد ممثلة، بل كانت حالة فنية تصدرت الترند في الوطن العربي لأسابيع. ثم جاء التحدي الأكبر في نعمة الأفوكاتو. هناك تخلت مي عمر عن كامل أناقتها المعهودة، عن بريق النجومية، وارتدت ثوب المحامية المصرية المكافحة. غيرت نبرة صوتها، لغة جسدها، وحتى نظرة عينيها، لتقدم أداء وصفه النقاد بأنه نضوج فني متكامل. لقد أثبتت للجميع أن الموهبة الحقيقية لا تحتاج إلى توصية، بل تحتاج فقط إلى فرصة لتلمع. بعيدا عن بلاتوهات التصوير، مي عمر هي أيقونة للموضة والرقي. استطاعت بذكاء أن تبني صورة ذهنية تتسم بالأناقة والرزانة، مما جعلها واجهة لأرقى العلامات التجارية العالمية. أما عن علاقتها بمحمد سامي فهي تصفها دائما بأنها رحلة كفاح بدأت من مقاعد الجامعة، حيث كان الحلم صغيرا، وكبر سويا حتى صار الحلم واقعا يراه الجميع. هي تؤمن أن الحب والعمل يمكن أن يجتمعا ليخلق نجاحا استثنائيا، طالما وجد الاحترام المتبادل والرغبة في التفوق. اليوم لم تعد مي عمر مجرد ممثلة شابة، بل أصبحت رمزا للإصرار والقدرة على تحويل النقد إلى تميز. رحلتها تعلمنا أن الطريق إلى القمة لا يخلو من الأشواك، لكن الاستمرار هو سر الوصول.